اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم لاجينواز بالنكهه البرتقال اولا بشرائح البرتقال. كيجي رائع في المذاق ولا حتى في الشكل. اللي مهتم بالوصفه تبع الفيديو حتى الاخير. على بركه الله ندوزو للطريقه، وما تنسوش معاكم واحد لايك الى عجبتكم الوصفه. اولا كنحتاج حبه واحده من البرتقال، كنقطعها شرائح بحال هكا، وكنحطها في الكاسرون. كنضيف ليها 3 ملاعق كبار من السكر وكأس ماء باش هاد الشرائح ديال البرتقال يتعسلوا. هنا كنقص البوطه، كنخلي هاد الشرائح حتى يتعسلوا جيدا. هنا كما كتشوفوا كنحاول نغطيهم بالماء باش يطيبوا بخطر واحده، وفي نفس الوقت ما نكثروش الماء. ودابا غندوزو نحضروا لاجينواز. كنحتاج فيه 3 بيضات، غنعزل البيض مع الصفر. غنخلي اصفر البيض جانبا، وهنا عندي ابيض البيض غنضيف ليه كاس سكر ما يعادل 100 غرام. وغنطلع هاد المكونات غنطربهم جيدا حتى يولي هاد ابيض البيض بحال لا كريم. وهنا بعد ما طلعت ابيض البيض كيولي على هاد الشكل. غنخلي هاد ابيض البيض جانبا. ودابا ندوز المرحله الثانيه ديال لاجينواز اللي غنحتاج فيه هاد اصفر البيض. غنضيف اصفر البيض في المول بحال هكا، وغنزيد نصف كاس من الزيت، ونخلط هاد المكونات جيدا. وغنزيد قبيصه من الملحه، وغنزيد نكهه ديال الفاني. بالنسبه للنكهه لكم الاختيار. وغنزيد كاس ديال العصير ديال البرتقال. ودابا غنزيد كاس ديال العنبه، كاس ديال الدقيق ديال العنبه. وغنزيد نصف خميره الحلويات. هذا هو القوام اللي مطلوب، تيكون هكايا ثقيل. وكنضيف هاد ابيض البيض على الخليط ديال اصفار البيض. وكنخلط هاد المكونات، كنخلط من الاسفل للفوق باش هكايا هاد ابيض البيض ما يطيحش لينا. وهنا عندي هاد الشرائح ديال البرتقال كنصفيهم من الماء، وكنخلي هاد الماء حتى الاخير باش نسقي به لاجينواز. كنطلعوهم هكايا للجناب باش يتقطروا من الماء. وهنا عندي الصينيه ديال الفرن اللي كنفرش ليها ورق ديال الزبده، وكنحط فوق منها شرائح ديال البرتقال. ودابا غنخوي الخليط ديال لاجينواز فوق شرائح ديال البرتقال، ونقد هاد لاجينواز جيدا، ونضربو مع سطح العمل باش هكا يخرجوا من هاد لاجينواز الفقاعات. وندخلو الفرن مده 15 دقيقه. كنشعليه من الاسفل ومن الفوق. وهذا هو الشكل ديال لاجينواز بعد ما طاب. كيجي راتب وكيجي ناجح 100%. هنا ضروري كندور السكين هكايا في الجناب باش ما يتلصقش ليا. وهنا كنحيد هاد ورق الزبده. نخلي هاد الجنواز يبرد شويه باش نضيف الكريمه.
ما يمكنش نضيفوا الكريمه ولا جينواز باقي سخون. وهنا عندي كريمه شونتي بنكهه الفانيل، غنزيد عليها بودره الكريمه كاس الحليب، وهنا بعد ما طلعت الكريمه كنزيد واحد ياغورت ديال الفاني، وهنا بعد ما برد هاد لاجينواز كنضيف عليه الكريمه. هنا لاجينواز راه سقيته بهداك الماء ديال البرتقال، غير مشى ليا المقطع. ضروري نسقيوه باش هكا يجينا الرطب كتر وكيجي لذيذ. وكنرولي لاجينواز وكندخلو للثلاجه. انا دخلته الفريغو مده ساعه حتى تمسك باش يجينا سهل في التقطيع. هنا بعد ما خرجته من الثلاجه غنحيد ليه هاد ورق الزبده ونقطعوه. هنا راه كيكون متماسك، غتحكمي فيه كما بغيتي. وهذا هو الشكل ديال لاجينواز. صراحه كيجي ناجح 100% وكيجي لذيذ وكيجي زوين حتى في المنظر. وهنا كنزيد واحد رشه خفيفه ديال السكر بودره اختياري. وهذه هي وصفتنا اليوم. نتمنى تنال اعجابكم ويجيكم فيديو خفيف وظريف ومفهوم، حيتاش صراحه عيانه شويه ولكن راه الوصفه رائعه جدا. غير جربوها بهذه الطريقه، انا متاكده غتنال اعجابكم وحتى وليداتكم غيحمقوا على هاد لاجينواز. وإلا عجبتكم الوصفه كما العاده ما تنساوش لايك لي الفيديو وتعليق زوين بحالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنساوش تدخلوا القناه، فيها بزاف ديال الوصفات اللي غينال اعجابكم. بالنسبه لهذا الفيديو راه حطيته تقريبا شي 9 شهور هادي، غير مسحته وعاودت بارطاجيته معكم. نتمنى تعجبكم الوصفه، والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.